مرحبا بكم. معكم العقرب الأسود. دليل تصميم فيديو احترافي في 7 خطوات عملية سهلة. كيف تقوم بتصميم فيديو احترافي؟ إن كنت تبحث عن كيفية تصميم فيديو احترافي فأنت على طريقك الصحيح لاستغلال قوة الإنترنت التسويقية والتواصل بشكل فعال، سواء في عملك اليومي أو في مشروعاتك على الإنترنت. وفقا لآخر الإحصائيات التي تنشرها كبرى المؤسسات، فإن الفيديو أصبح يتربع على عرش المحتوى الرقمي، وخلال السنوات القليلة القادمة سيكون الفيديو مستحوذا على الغالبية العظمى من المحتوى على شبكة الإنترنت. هذه هي القوة المرعبة والاستخدام الرهيب للفيديو حاليا وفي الأيام القادمة، وهذا التطور لن يتوقف. لهذا عليك أن تتعلم كيفية تصميم فيديو احترافي حتى تستغل كل ذلك لصالحك، سواء كنت تعمل موظفا في شركة أو في مجال الدعاية والإعلان أو مسوق إلكتروني، أو تريد الحصول على زوار لموقعك، أو حتى ترغب في الربح من اليوتيوب أو الربح من فيديوهات الفيسبوك. كل هذا يتطلب منك أن تعرف كيف تصمم فيديو احترافي. تصميم أو عمل فيديو أمر قد يبدو صعبا للكثير من الناس، ولا ألومك إن كنت منهم. صراحة الأمر يتطلب الكثير من الجهد والمعرفة ببعض التفاصيل المهمة، ولهذا السبب قمنا بعمل هذا الدليل الكامل لكيفية تصميم فيديو احترافي، حتى نضع كل الخطوات والأدوات والتقنيات اللازمة لتحقيق هدفك من الفيديو. هذا الدليل مناسب لأي شخص، سواء كان مبتدئ في عالم تصميم الفيديوهات أو يريد أن يحسن من نفسه ويقدم محتوى أفضل. كما أننا سنعرض أغلب أنواع الفيديوهات والأساليب التي تناسب كل الأغراض. لهذا سواء كنت تريد أن تظهر في الفيديو بنفسك أو تريد الاعتماد على تصوير الشاشة الخاصة بك أو تصميم المؤثرات مثل الأنيميشن البسيط لتوضيح المعلومة، كل هذا ستجده في هذا الدليل. وكعادة موقع الرابحون في تقديم أي معلومة ستجد كل شيء يتم تبسيطه وشرحه خطوة بخطوة مع الأمثلة العملية حتى تحقق هدفك في النهاية وتصمم فيديو احترافي. هيا لنبدأ. 1. حدد نوعية الفيديو الذي تريد تصميمه أولا. هذه الخطوة ربما تكون واضحة للبعض، لكن إن دققت النظر جيدا في الأمثلة التي سأعرضها لك ستعرف أنه ربما يمكنك تغيير الطريقة التي تعرض بها الفيديوهات الخاصة بك. هناك طرق كثيرة لتصميم وعرض الفيديوهات، ولكننا سنركز على الأنواع الثلاثة الأشهر استخداما وفعالية، والتي تناسب كل الأغراض تقريبا. الفيديوهات الشخصية: الفيديوهات التي يظهر بها شخص يتحدث أو تمثل توثيقا لحدث معين مثل الفلوجات وغيرها، تعتبر هي النوع الأكثر استخداما للفيديوهات، والتي تتناسب كافة الأغراض تقريبا. فإن كنت بصدد تصميم فيديو تعليمي أو دعائي
أو حتى ترفيهي. هذه النوعية من الفيديوهات تناسب هذه الأغراض وأكثر، فالناس عموما تفضل التواصل الشخصي مع المحتوى المرئي الذي تتابعه، وبسبب ذلك فإن هذا النوع من الفيديوهات هو الأكثر خوفا لكثير من الناس، ربما لأسباب شخصية أو لأنهم يهابون الكاميرا أو حتى بسبب الخجل. وعلى الرغم من ذلك فإن الفيديوهات الشخصية هي أبسط نوعية من الفيديوهات. كل ما تحتاجه هو أن تصور نفسك أو أي شخص آخر، أو تصور حدث معين بالوضعية المناسبة والتي سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقا، ثم تقوم بالتعديل وإضافة بعض المؤثرات البسيطة إن أردت. فإن كان هذا النوع هو ما تستهدفه، ستجد في الخطوات التالية كل ما تريد، بدءا من الكاميرات وصولا إلى تعديل فيديوهاتك ونشرها إلى العالم. فيديوهات الانيميشن والرسوم المتحركة: أي فيديو يحتوي على صور تتحرك أو كلمات تتنقل من وضعية إلى أخرى يمكنك أن تضعه في هذا التصنيف، بدءا من الفيديوهات البسيطة جدا وصولا إلى فيديوهات قناة العملاقة في مجال الأنيميشن على اليوتيوب. هذا النوع مناسب للكثير من الأغراض، يمكنك استخدامه في الدعاية والإعلان، وأيضا في الأغراض التعليمية. هذا النوع تحديدا من صناعة الفيديوهات يدر دخلا ممتازا للمحترفين في هذا المجال. هذه الفيديوهات قد تكون الأصعب في صناعتها لأنها تعتمد على أكثر من مرحلة منفصلة: مرحلة البحث عن الفكرة والمحتوى نفسه، ثم التسجيل الصوتي، ثم تصميم الصور والأشكال التي سيتم تحريكها، ثم تحريك هذه الصور وربطها مع الملفات الصوتية. وعلى الرغم من ذلك فإن أي شخص مبتدئ يمكنه أن يصمم هذه الفيديوهات باستخدام برامج سهلة ومتاحة للجميع. وأتمنى ألا تشعر بالصدمة حينما أقول لك أنه يمكنك استخدام برنامج باوربوينت في تصميم مثل هذه الفيديوهات بجودة ممتازة. كل هذا سنتعرف عليه وأهم المصادر التي يمكنك الاعتماد عليها في النقاط التالية. فيديوهات تسجيل الشاشة: هذه الفيديوهات ربما ليست مشهورة بشكل كبير نظرا لأنها تستخدم في المجالات التعليمية بشكل حصري تقريبا، فهي أسهل أنواع الفيديوهات التي يمكنك تصميمها وصناعتها. هذه الفيديوهات عبارة عن تسجيل الشاشة، الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك، مع تسجيل الصوت كذلك. بهذه الطريقة يمكنك أن تشرح استخدام برنامج معين مثلا، أو أن تعرض فيديوهاتك على هيئة عرض تقديمي بريزنتيشن. وفي النقاط التالية سنوضح أفضل برامج تسجيل الشاشة للكمبيوتر. الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تعتمد على أكثر من نوعين في فيديوهات، فيمكنك مثلا أن تصور نفسك وأنت تشرح نظرية معينة، ثم تسجل شاشة الكمبيوتر وأنت تعرض الأمر بشكل عملي، أو يمكنك أن تعرض بعض المؤثرات أو الصور المتحركة في فيديوهاتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.